السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا النهاردة نعمل طرط البسكوت بكريمة البرتقال. طرط حلو قوي وسهل في العمايل ولذيذ جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة بتشوفوني أنا اسمي سمر. ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ مع بعض. معايا هنا ربع كيلو من الدقيق، عمل معايا بالظبط كوبايتين الا ربع. هنخلهم كويس وهحط عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة الا ربع صغيرة من البيكنج باودر، وهحط كمان 100 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. وهفرك كده الدقيق بالزبدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما الدقيق يرمل. يعني هفضل افرك فيهم لمدة 5 دقايق كده زي ما انتوا شايفين لحد ما يبقى بالشكل ده. بعد كده هجيب بولة وهحط فيها بيضة بدرجة حرارة الغرفة و50 جرام من السكر، وهقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما السكر يدوب ويبقى باللون الكريمي. اول ما يبقى باللون الكريمي اللي انتوا شايفينه ده وهلاقيه السكر داب خالص، هحط الخليط ده على الدقيق وهحط عليه ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وهقلب الخليط كده بايديا اللي هو يا دوبك انا هلف الخليط، مش هعجنه عشان البسكوت لما بيتعجن كتير بينشف في الفرن. يعني بالظبط هلم العجينة بايديا وهتكون العجينة طرية ومش بتلزق. هفضل ألمها كده عشان خاطر ما تلزقش، بس مش هضيف اي حاجات تانية، هي هتلم معايا بسرعة ومش هتكون بتلزق. شايفين انا بعملها ازاي عشان خاطر ما عجنهاش؟ يعني يا دوبك تلم العجينة بايديكي كده وما تعجنيهاش. هلم بقى العجينة كده على شكل كرة وهوريكم قوامها عامل ازاي لما احط صباعي عليها كده. شايفينها عاملة ازاي؟ بعد كده هجيب كيس بلاستيك وهحط العجينة فوقيه وهغطيه بالجزء التاني، وهفردها على قد الصينية اللي انا هسوي فيها، بس تكون اكبر يعني من حجم الصينية شوية. شايفين انا هفردها كده. هجيب بقى الصينية اللي انا هسوي فيها هحط فيها ورقة زبدة، بعدين هحط عليها العجينة كده بالشكل ده، وهخلي اساوي العجينة كده بايديا وهخليها يعني عالية شوية، مثلا 2 أو 3 سنتي. يعني الطول بتاع العجينة كده هيكون 2 أو 3 سنتي. هسويها كده وبعد كده بقى هخرمها بالشوكة، وبعد كده هدخلها التلاجة لمدة 20 دقيقة. بعد ال20 دقيقة هخرجها من التلاجة وهحط عليها ورقة زبدة، وهحط فوق ورقة الزبدة اي حبوب موجودة عندي في البيت عشان بس ما تعلاش في الفرن. وهسويها لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 160. ده بعد ما طلعت من الفرن ده شكلها. هسيبها تبرد خالص وبعد كده هروح احضر الكريم. هحط هنا 100 جرام من السكر، وهحط عليهم كوباية من عصير البرتقال، وفي البولة بقى هحط نص كوباية من الحليب ومعلقة من الدقيق ومعلقتين من النشا ونص معلقة من الكاستر، ممكن تبدليه بنص معلقة نشا لو مش موجود. هحط ربع معلقة فانيليا وصفار بيضة. هقلب الخليط ده كويس وهروح بقى احط البرتقال على النار. هحط البرتقال كده على النار وهستنى بس لحد ما يسخن، يعني يبقى في اول الغليان، بس مش هستناه لما يغلي، يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط بقى الخليط التاني عليه اللي احنا عملناه بالنشا ده، هحطه عليه وهقلب في نفس الوقت. الخليط ده هيقعد بالظبط حوالي دقيقتين 3 على النار وبعد كده هيربط. هتشوفوا بقى اللي هو الشكل اللي او القوام اللي احنا محتاجينه هيبقى القوام الكريمي. شايفين القوام عامل ازاي؟ هوريهولكوا دلوقتي اكتر. هيبقى بالقوام ده بالظبط. هروح على الطرت بتاع البسكوت وهحط عليه الخليط وهو سخن، وبعد كده لو عايزة ترشي عليه سكر براحتك، مش عايزة ممكن تخليه كده.
هدخله التلاجة لمدة ساعتين. انا بصراحة طلعته بعد ساعة بالظبط، عشان كده كان لسه طري معايا شوية. بس انتي سيبيه ساعتين، هيكون الكريمة مسكت شوية عن كده. شايفينها عاملة ازاي؟ هوريها لكم برضو بعد ساعتين مسكت اكتر، ولما قطعت منها كانت احسن من الاول. ده بعد ساعتين، وبالهنا والشفا.